حاليا بمركز نبع الفوار لإنتاج الغراس المثمرة. طبعا المركز من أهم المراكز الموجودة بالمحافظة لإنتاج الغراس المتنوعة بكافة أنواع، طبعا خاصة الكرز والمحلب والإنجاص واللوز. طبعا نحن كمديرية زراعة خطتنا لهذا العام زيادة الخطة الإنتاجية للمركز. طبعا قمنا بخطوة كثير مهمة بالتعاون مع المنظمات ومنظمة الدواء بتنفيذ مشروع فخ شبكية على البئر. طبعا هذا المشروع وفر مياه ري بشكل كبير الحمد لله من المركز، واكيد هذه تحسن الخطه الانتاجيه. بالاضافه لذلك الهدف الاساسي كمان ان هذا الموسم من تحسين نوعيه الغراس بالمركز من خلال امداد المركز بالسماد العضوي، طبعا السماد اليوريا خاصه كمان اضافه للسماد العضوي، تحسين نوعيه الغراس المنتجه. وان شاء الله ننتج غراس باذن الله تكون مرغوبه لدى الاخوه الفلاحين بالمحافظه وغير محافظات طبعا، لانه المركز طبعا في فلاحين بياخذوا من غير محافظه من هذا المركز. هدفنا مثل ما حكينا تحسين باذن الله الكميه والنوعيه بهذا المركز، وان شاء الله السنين والايام القادمه يكون المركز يتحسن فيها ويتطور باذن الله.